معلومة على السريع. انت عارف يا صديقي ان المصريين القدماء كانوا بارعين جدا في علم الرياضيات، ومن اهم النصوص اللي بتأكد على كده بردية اسمها رند. البردية دي بيرجع تاريخها ل 1650 قبل الميلاد. تم العثور عليها واشتراها ألكسندر هنري رند سنة 1858 ميلادي، وهي موجودة حاليا في المتحف البريطاني. البردية دي كتاب تمهيدي واتاخد منها كتير قوي في علم الرياضيات. طب ايه الاسباب اللي خلت المصريين يهتموا بالرياضيات قوي كده؟ اولا علشان يقدروا يبنوا المعابد والاهرامات والاثار العظيمه بكل الدقه اللي احنا شايفينها دلوقتي. ثانيا كانوا بيعتمدوا عليها في الزراعه عشان يحددوا الفصول المناسبه لان هم بيعتمدوا على فيضان النيل. ثالثا الكهنه المصريين استخدموها في عمل التقويم المصري. رابعا كان في كتبه محترفين هم اللي بيفرضوا الضريبه والمعاملات التجاريه، فكان لازم يكون عندهم خلفيه كبيره في علم الرياضيات علشان يقدروا يعملوا ضريبه مناسبه والمعاملات التجاريه تكون صحيحه.